الو يا جماعة، ازيكم؟ انا بكلمكم من اكتر مكان ملون في كوريا. يا رب حياتكم تبقى ملونة. زي البتاعة دي اللي انا مش عارفة هي اسمها ايه. ده دراجون. بس شكله حلو ازاي. الحاجات دي كلها تفاصيل معمولة يدوية، حتى متلونة يدوية. بجد جميلة قوي، تفاصيل حلوة قوي بجد. مش عارفة ليه كده، وانا قاعدة في فكرة جت في دماغي، فقلت يعني نفكر فيها مع بعض او نتكلم مع بعض في الموضوع ده. يمكن نقدر نوصل لحاجة. بحس ان المثالية. عشان انا كنت قاعده، وبعد كده رحت بصيت كده، رحت لقيت آم، الدنيا ملونه قوي هنا. وبعد كده بصيت الناحيه التانية بالظبط في عماير، والعماير كلها لونها ابيض، تحسوها كده اسمنت، مفيش فيها اي منظر. قلت يعني هو امتى الموضوع اتحول وبقى ان ده مش الجمال، والالوان دي مش هي الجمال، والتفاصيل والشغل اليدوي ده مبقاش هو الجمال. والجمال بقى ان الحاجه تبقى كلها كامله لونها ابيض او لونها جراي او لونها اسود. حتى هم بطلوا يلبسوا الوان. زمان لو كنا بنبص مثلا على لبسهم، بجد كانوا على طول لابسين ملون ولابسين حاجات مبهجه جدا. كانوا دلوقتي بقوا بيلبسوا اسود ابيض جراي، وهو ده بالنسبه لهم الحلو. ولما يلونوا قوي يلبسوا اوف وايت مثلا، او اللي هي الفواتح اللي هي مثلا لبني فاتح، بينك فاتح، مش عارفه ايه. أم فامتى اللبس المثالي او اللبس اللي هو اللي شكله حلو اتحول من الشكل ده للشكل ده؟ مين بيحط القواعد دي، ومين بيخلي ان ده اللي شكله حلو وده اللي شكله وحش؟ وحتى لو في حد مقتنع ان ده اللي شكله حلو وده اللي شكله وحش، انا ليه امشي وراهم؟ او انا ليه اصدق اللي هم بيقولوه دوت؟ او يعني مفيش اي نوع من انواع القوانين اللي بتخلي ان ده اللبس الحلو او ده اللون الحلو وده اللون الوحش. ومع ذلك احنا بنضغط على نفسنا وبنقنع نفسنا بحاجة ممكن نكون احنا مش مقتنعين بيها. زي مثلا ان اللون ده هو الأحلى من الألوان، ان انا البس ابيض واسود احلى بكتير من ان انا البس الوان. ايه ده؟ ايه الالوان؟ يعني ايه الالوان الفاقعه اللي انت لابساها دي؟ ليه ماشيه لابسه الوان؟ ايه ده؟ لا، ده اللون ده مش موضه دلوقتي. فده مثلا، يعني ده مثال بسيط قوي على الحاجه اللي انا بحاول اتكلم فيها. يعني بحس ان المثاليه دي ليها اشكال كتير قوي، ودي حاجة بتبقى موجودة في دماغنا احنا. زي مثلا أكلة معينة. أنا مثلا بموت في الملوخية، وانتوا كمان بتموتوا في الملوخية. لكن أنا بالنسبة لي الملوخية المثالية طعمها كذا، وانتوا بالنسبة لكم الملوخية المثالية طعمها كذا. مهما أنا دقت الملوخية المثالية بتاعتكم، ومهما انتوا دقتوا الملوخية المثالية بتاعتي، مفيش حد فينا هيقتنع برأي الآخر، لأن أنا متأكدة إن دي طعمها أحلى بالنسبة لي. طب ما هي نفس الفكرة زي الأكل، أو إن الطبخة دي أحلى ولا مش أحلى. هي حاجة أنا رأيي فيها كده. ليه بقى لازم نعمم ونوحد ونبقى كلنا شبه بعض؟ وإن إحنا لازم نبقى كلنا مقتنعين إن هو ده الشكل المثالي. الشكل المثالي إن ما يبقاش، عشان الموتوسيكل حب يعدي. الشكل المثالي إن أنا مثلا ما يبقاش عندي بطن، حتى لو أنا صحتي كويسة، لكن ما ينفعش يبقى عندي بطن شكلها مش لذيذ. انا ما عنديش مشكله ان الناس تبقى ماشيه في الشارع عندها بطن سن، ايه المشكله ما يبقوا عندهم بطن سن؟ ما دام دي حاجه مش هتعمل حاجه في، مش هتعمل حاجه في صحتهم، لو هي حاجه مش مضره لصحتهم، ما يمشوا عندهم بطن في الشارع. ايه المشكله يعني؟ فيها ايه لما يطلع بطن سنه من البنطلون؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ مش حوار والله، بنكبر المواضيع. ما دام حاجه مش بتضر صحتي، او حاجه انا مش شايفاها مشكله، ممكن انا بقى انا ما بحبش بطني تبقى طالعه من البنطلون، مش عشان انا مجبره من المجتمع ومجبره من الستاندردز اللي مش حقيقيه، او اللي مش عارفه مين اصلا حاططها ان انا يبقى شكلي كذا. ما دام انا صحتي كويسه خلاص. يعني لو بصينا مثلا اكزامبل بسيط جدا، لو بصينا على الافلام القديمه مثلا هنلاقيهم كلهم الستات والرجاله، ولا الرجاله كلهم عضل، ولا الستات رفيعين اللي هم لازم يبقوا مفيش بطن ومفيش مش عارفه ايه، وفي الرفيعين وفي المليانين. ولا كانوا بيضغطوا، ممكن يكونوا كانوا بيضغطوا سنه على الستات الرفيعين هم لازم يتخانوا. بس ما كانش فيه الضغط بالطريقه ديت، اللي هو في الرفيعين وفي المليانين وفي المليانين قوي عادي. وانا مش مع ان البني ادم يكون اوفر ويت ضد يبقى لصحته، يعني لو هي حاجه هتاثر على الصحه لا انا مش مع ده. لكن بغض النظر عن الحريه الشخصيه، لو انا برضو شايف ان انا صحتي مش مهمه عادي، برضو ده اختيارات شخصيه. بس انا بتكلم يعني عامه انه في حاجات زي الاكل والشرب، اللبس اللي انا بلبسه، العربيه.
البيت اشتريه فين؟ لا 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 لا، لو كلاس قوي ان احنا نسكن مش عارفه في الحته دي فين، في مدينه نصر. لو عدينا شارع عادي دي الحته الهاي كلاس اللي في مدينه نصر. لو انا ما عنديش مشكله ان انا ابقى عايشه في الحته دي ومرتاحه، انتوا مالكم؟ والفكره بقى انه مش الناس، يعني الفكره بقى ان انا اقتنع بده. ده اهم من مليون الف حاجه، يعني اهم من مليون الف راي ومن مليون الف حد انا قابلته وكل الكلام ده. المهم ان انا ابقى مقتنعه ان انا شايفه ان انا مرتاحه هنا ومبسوطه هنا، وباكل اللي انا باكله بلبس اللي انا بلبسه ومبسوطه، وده ذوقي ودي المثاليه بالنسبه لي. محدش في حاجه عندي. مش معنى ان هم بييجوا يقولوا في التلفزيون ده الناس اللي ساكنين في الشيخ زايد او الناس اللي ساكنين مش عارفه ايه هم دول الناس الفانسي. لا عادي، ما انا يمكن انا مش عايز، ده مش اللايف ستايل بتاعي، مش دي الطريقه اللي انا عايز اعيش بيها. لو انتوا بقى عايزين، لو انا شخص عايز اعيش النوع ده من الرفاهيه، او هي اكشلي مش رفاهيه، ممكن تكون بس هي يعني بتتباع لنا على انها رفاهيه، بس لو هي يعني انا مثلا عايز اعيش في مكان امان وفعلا مثلا المنطقه دي امان، فساعتها اروح، بس ما اروحش علشان هم بيقولوا في الاعلانات ان هي انا هبقى جامده لو رحت عشت هناك. فاهمين الفرق؟ فان انا اروح اعيش هناك علشان انا عايزه، انا حابه، ده بالنسبه لي المكان اللي انا عايزاه، تمام. لكن اروح هناك علشان القوه اللي هي المحركه للراي والمثاليه اللي موجوده بقى في التلفزيون في السوشيال ميديا، معرفش والله بتبتدي منين، يعني نفسي احط ايدي على اللي يبتدي الكلام ده. بس لو هو ده السبب، راجعوا نفسكم تاني. والله راجعوا نفسكم مليون مره. لان احنا بنعمل قرارات وبندفع فلوس وبنبهدل نفسنا وبنسترس عشان حاجات كلها مش احنا اللي عايزينها. الناس اللي حوالينا هي اللي عايزاها، المجتمع اللي حوالينا هو اللي عايزها. فلو في اي حاجه احنا بنضغط على نفسنا علشان نرضي حد تاني او نبقى مثاليين من وجهه نظر المجتمع او من وجهه نظر الناس اللي حوالينا، لا احنا لازم نفكر مليون مره في حاجه زي كده. لا، ليه؟ المهم ان انا ابقى مبسوطه ومحدش يشتمني لي عندي اي حاجه. انا هنا لما بمشي في كوريا شعري بالنسبه لهم حاجه غريبه جدا. واكشلي في مصر كمان قبل ما اجي هنا كان برضو لسه الكيرلي ما انتشرش والكلام ده. انا بحب جدا الشعر الكيرلي جدا. فات سام بوينت من كتر ما كان بيجي لي كومنتس في الشارع، يعني مثلا كان في ناس بتقعد تقول لي ايه ده محمد صلاح ده ولا ايه؟ عادي. انا ما بتاثرش قوي بالكلام ده. عادي، ده محمد صلاح ده ولا ايه؟ ايه ده واد ده ولا بنت كده بقى؟ عارفين اللي هو ناس بقى ما شاء الله يعني، واماكن انا ببقى مضطره ان انا ابقى موجوده فيها. في اماكن طبعا نوعيه الناس بتختلف شويه، بس انا كنت ببقى مضطره ان انا ابقى موجوده في الاماكن دي. فانا ات سام بوينت يعني ايه، طب دي حاجه عجباني جدا. انا بحب جدا الشعر الكيرلي، ولما بشوفه على اي حد بجد بحبه جدا جدا. وانا مقتنعه انه انا مش المفروض ان انا افرد شعري عشان انا بحبه، انا بحب شكله كده. ف at some point من كتر الضغط من ناحيه بقى ايه، يعني الناس اللي بيحبوني بينصحوني ان انا افرد شعري عشان مش عايزين حد يقول لي كلمه تضايقني، والناس اللي في الشارع برضو بيقولوا كده. كم حد بقى بسيط يقعد يقول لي، يعني عدد قليل، انه ايه ده شكلك حلو بالكيرلي، انا بحب قوي الكيرلي، مش عارفه ايه الكلام ده. ف at some point انا حسيت ان هو طب هو انا بقى المفروض افرد شعري علشان ارتاح من الضغط ده وابقى تمام مع المجتمع ومع الصوره اللي المفروض ان احنا نبقى فيها بالنسبه لهم، هي دي الصوره المثاليه. الصراحه يعني كان قعدت افكر كتير قوي في الموضوع. الحمد لله ما عملتش كده وفضلت متمسكه بالموضوع، اللي هو اللي عايز يقبلني كده يقبلني، اللي مش عايز يقبلني كده عنه. انا اصلا مش مهتميه ان الناس اللي بتقول لي فريدي شعرك ديت انها تبقى جزء من حياتي، اعمل لها حاجه ليه؟ انا مبسوطه كده، انا ببص على نفسي في المرايه وانا شعري كيرلي وببقى مبسوطه. خلاص محدش في عندي حاجه. انتوا بقى انه انتوا براحتكم تفكروا زي ما انتوا عايزين، تشوفوني وحشه تشوفوني حلوه، ده ما يهمنيش في حاجه خالص. ولا انا اصلا مهتميه ان انتوا عاملين شعركم ازاي ولا مش عاملينه ازاي. دي حريه شخصيه، وكل واحد فينا بيشوف الجمال بطريقه مختلفه، كل واحد فينا بيشوف المثاليه بطريقه مختلفه، لان هي حاجه في دماغه. ولما جيت هنا كوريا نفس الحاجه. اغلبيه الناس لما بتيجي هنا بتحاول ان هي تبقى شبه الناس اللي هنا علشان ما يبقاش شكلهم ملفت، لان مش اي حد بيستحمل حاجه زي كده، وبيبقى كله عايز يمشي على نفس المنوال، عايز يمشي على نفس الشكل. انا ده كان شكلي، وانا بحب البس الوان وبحب شعري كيرلي اللي هو منفوش، اللي هو عكسهم تماما. يعني انتوا في مصر مثلا كنتوا ممكن تقابلوا 2 3 شعرهم كيرلي وانتوا ماشيين في الطريق، هنا مستحيل تقريبا تقابلوا حد شعره كيرلي الا لو انتوا ماشيين في حته فيها اجانب. هما بيبصوا عشان مستغربين،
لكن انا ما عنديش مشكله، ما يبصوا عشان مستغرب ده شكلي انا كده. بغض النظر بقى عن انا بحب، يعني لو انا شعري كيرلي وبعمله ستريت وبحبه ستريت، حقي، محدش ليه عندي حاجه برضو. مش ما انا مش بتكلم على ان احنا لازم نحافظ على شكلنا بالظبط وما نغيرش اي حاجه، لا مش قصدي كده. قصدي ان انا مقتنعه ان دي حاجه حلوه، محدش ليه عندي حاجه ما دام مش باجي على حق حد. يعني انا ما بروحش اقول لكم لازم تقولوا لي انه شكله حلو، أنا مش هجبر حد ان هو يقول حاجه زي كده. ولا انا جيت مثلا بشدكم من شعركم، انا ماليش دعوه، انا ماشيه في الشارع وانتوا ماشيين في الشارع، ولا باجي على حد ولا بعمل لحد حاجه ولا اي حاجه. المهم الراحه النفسيه بتاعتي وانبساطي انا، واعمل اللي على مزاجي. لو وصلنا للراحه النفسيه في فكره ان احنا نعمل اللي جوانا، نعمل اللي احنا بنحبه علشان احنا عايزين نعمله مش عشان حد تاني، والله هنرتاح، والله العظيم هنرتاح. هنشيل 80% من الضغط. مش بقى هقول لكم لحياتي، لا، الضغط اليومي اللي احنا بنتعرض له في اليوم. ما اكل، لا مش عايزه اكل كده علشان مش عارفه ايه. لا انا لازم اكل النوع ده، لا انا لازم البس اللبس ده، لا انا لازم مش عارفه اظبط ايه، لازم اعمل مش عارفه ايه. الموتوسيكلات هنا صوتها عالي قوي. فهنرتاح يوميا. حتى احنا لما بنعمل الحاجه اللي احنا بنحبها وبنبقى لابسين اللبس اللي احنا عايزينه وبنشتري الحاجه اللي احنا عايزينها وقاعدين في المكان اللي احنا عايزينه، تلقائيا هنبقى مبسوطين. ياما كتير يعني جبنا حاجات غاليه وعملنا مش عارفه ايه واحنا مش عايزينها. لو انتوا بتحبوا الحاجات الغاليه وبتجيبوها وبتتبسطوا دي حاجه تانية. انا بتكلم ان هو من الضغط، ضغط نفسي بحت، ان هو انا لازم انا كمان ابقى ماشيه بشنطه عليها ماركه، لان كل صحابي ماشيين بشنط عليها ماركه ومقتنعين ان هو ده الصح وهو ده اللي احنا المفروض نعمله. انا بقى بحب الماركات علشان انا شايفه مثلا ان هي هاند ميد والكواليتي بتاعتها حلوه وبتعيش اكتر، واللون ده مش موجود في اي حته تانية. ساعتها انا هبقى جايباها ومبسوطه ودافعه فيها ومبسوطه، ماشي، انا كده ببسط نفسي، دي حاجه تانية. لكن ان انا اكون بعمل كده علشان ماشيه ورا الطوفان، ماشيه يعني لازم ابقى اكون ماشيه انا كمان، لا عادي، انا ممكن اعمل الترعه بتاعتي لوحدي. يعني لو كده النهر كله ماشي، عادي جدا ممكن ادخل كده واعمل ترعه لنفسي وامشي وهنبقى مبسوطين وعادي، وهطلع شجر وزرع وكل حاجه وانا هتألق مع نفسي. مش لازم امشي مع النهر، مش لازم، عادي. انا خرجت من كلنا خرجنا من نفس المنبع. ده كلام بقى ايه، فلسفه جدا جدا. كلنا خرجنا من نفس المنبع، واللي بيحدد ان احنا نمشي كده او كده او كده هو مثلا التراب. وبعد كده بيدينا اوبشن ان احنا نختار ان احنا نبعد عن الريفر، عن الطريق اللي ماشي فيه النهر او لا. واحنا مولودين واحنا مش عارفه ايه بنبقى مع اهلنا، بيكون عندناش اختيارات كتير. كل ما بيقل تدفق المية وبتنبع وبتبعد عن المنبع، بيبقى عندنا اوبشنز ان احنا نتطرف ونروح ونمشي، وكل واحد يمشي في الطريق بتاعه بمزاجه باللي يبسطه وهو بيفكر. فما دام انت قلبك مريحك ونفسيتك مريحاكي ومبسوطين، طز في الناس كلها. يعني مش هعرف اقول اي حاجه تانية غير كده. طز في الناس، طز في الستاندردز، طز في الحاجات اللي في التلفزيون، طز في السوشيال ميديا. ما دام احنا مبسوطين وما دام دي الحاجه اللي انا بحب اعملها، انا بحب البس ماركات، انا بحب اغير شكلي، انا بحب احط ميك اب، انا بحب احط مش عارف ايه، ما دام انا مبسوطه انا حره. انا ما بحبش احط ميك اب، انا ما بحبش افرد شعري، انا ما بحبش البس ماركات، انا ما بحبش اعيش في حته غاليه، او انا بحب اعيش في حته غاليه لكن ما بحبش احط ميك اب، عادي. مش لازم اكون، ما دام هعيش في حته غاليه يبقى لازم اكون بحط ميك اب، يبقى لازم اكون بروح اتعلم تنس او جولف، ما ينفعش اكون بتعلم باسكت بول. فاهمين اللي انا قصدي عليه؟ احنا راسمين لنفسنا صورة من البرفكشن والمثالية اللي مش موجودة. دي اوهام بس. يعني انا عارفة ان انا ممكن اتلقى الكثير من النقد على الكلام اللي انا بقوله ده، بس بجد بجد يعني انا ما لقيتش راحة نفسية غير لما كنت بعمل اللي على مزاجي. طول ما انا كنت بعمل حاجة علشان حد تاني، او علشان حد زقني، او علشان انا مجبرة، او علشان الناس كلها بتعمل كده، او علشان انا مش لاقية سبب للي انا بعمله ده، عمري ما كنت بحس بالسعادة خالص والله. يعني انا بتكلم على بقى كل حاجة في حياتنا بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة. يعني انا قعدت اتكلم على الحاجات الشكلية بس، لكن لا، كمان الحاجات اللي احنا بنصدق فيها. يعني انا مش عايزه اكون مثلا شخص علشان اعمل ماركتينج اقعد اكدب على الناس. ما- انا مش عايزه اعمل كده. انا مش بقى بتكلم على الاخلاق والدين والكلام ده، لا، انا بتكلم على حتى الحاجات اللي احنا بنشوفها عاديه او مش عاديه في الشارع. كل الناس بترمي زباله، هروح انا كمان ارمي زباله في الشارع مثلا؟ انا مش هرمي الزباله،
انا مش كل الناس عندها مشكله في ان هي ما عندهاش مشكله انها تمشي على الزرع مثلا. انا مش همشي على الزرع عادي. انا كان دايما صحابي يقعدوا يقولوا عليا مجنونه عشان ما بحبش امشي على الزرع، بس برضه ستيل ما كنتش بمشي على الزرع، انا حره. حتى لو هم مش شايفين ان دي حاجه منطقيه، انا شايفه انها منطقيه وانا مبسوطه كده، محدش ليه عندي حاجه. بس يعني يعني مش عايزه اطول عليكم مع اني طولت يعني، بس آم، دي نحله. هاي. ما تقرصنيش لو سمحت، يعني احنا صحاب وتمام، بس ما تقرصنيش. المهم يعني، ف اهم حاجه ان انتوا تبقوا مبسوطين، واهم حاجه ان قلبكم يبقى مرتاح، واهم حاجه ان انتوا تعملوا اللي انتوا حاسين ان انتوا المفروض تعملوه واللي انتوا حابينه. ملكوش دعوه بالناس، وملكوش دعوه باي حاجه، وملكوش دعوه بالميديا والسوشيال، اي حاجه بتديكوا ستريس او بتضغط عليكم ان انتوا تعملوا حاجه. حتى اصحابكم، اهلكم، اي حد بيضغط عليكم ان هو يعمل حاجه مش شبهكم او مش انتوا، بجد الغوه من حياتكم. طنشوه، طنشوه بجد. يعني سوشيال ميديا اعملوا انفولو، مش لازم تقفلوها خالص، يعني اعملوا فولو لحاجات تزودكم، مش حاجات تحسسكم دايما بالنقص. التلفزيون والكلام ده، التمثيليات، اتفرجوا على تمثيليات معينة يعني. حاولوا تحدوا من الموضوع او تفهموا ان هو مش ده شكل السعادة علشان هو بيروج لنا ان ده شكل السعادة يبقى هي دي السعادة. مش معنى ان انا هروح لما هروح اعمل كده هبقى سعيدة، مش شرط خالص والله. في ناس كتير عندها كل الكلام دوت ومش سعيدة. السعادة دي حاجة من القلب، المثالية دي حاجة جوه دماغنا، احنا اللي بنصدقها، احنا اللي بنعمل الحاجة المثالية وان هو بس كده، انا مش عايزة اي حاجة تانية من الدنيا. دي المثالية جوه دماغي. ايه الشعراية دي؟ دي المثالية جوه دماغي بس. يعني انا ممكن اكون بالنسبة لكم الشعراية دي ممكن تكونوا انتوا مش شايفينها، او العكس يعني انتوا شايفينها ومضايقاكوا. انا بالنسبه لي مش فارقه قوي يعني، مش مشكله لو الشعرايه دي طالعه كده الشعرايه دي طالعه كده، انا ما عنديش مشكله. انا بالنسبه لي ده لوك مثالي عادي بصراحه، مش قوي يعني بس. ده بالنسبه لي عادي يعدي. انتوا بالنسبه لكم مستحيل حد هيخرج من الشارع شعره واقف كده، ما ينفعش. فكل واحد ليه حاجه تبسطه وليه مثاليه مختلفه عن التاني، وهي كلها جوه دماغنا. بس المكان لذيذ قوي الصراحه. شفتوا الالوان اللي فوق؟ تحفه بجد، تحفه. اشوفكم بقى على خير الفيديو تاني. باي باي. على فكرة الحاجات دي كلها معمولة يدوي، لأن لو ركزتوا في التفاصيل هتلاقوا إن دي مش شبه دي. فتخيلوا بقى الحاجات دي منحوتة ومتلونة يدوي. بجد الموضوع جميل قوي. ده شكله من بره لو حد عنده طول. بصوا بجد شكله جميل قوي قوي قوي، بس انا لازم اوريكم السقف من جوه. بصوا السقف عامل ازاي، تحفة، والالوان تحفة بجد. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة.